ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل فطيره حلوه جدا 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 جميله، عجينه حلوه وهشه، عجينه البريوش. عجينه البريوش هنعملها فطيره حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم جدا الطريقه والوصفه. معايا ايه؟ معايا نص كوبايه لبن دافي اهو، وكمان نص كوبايه ميه دافيه. معايا بيضه بس فاصله البياض عن الصفار، ومعايا معلقه كبيره خميره، ومعايا ربع كوبايه زيت اهو، كل ده على بعضه، السوائل على بعضها. ومعايا 5 معالق سكر. هجيب مضرب وارجع لكم. احط الخميره واحط البياض. حطيت البياض، انزل بالفانيليا اهو. حاطه فانيليا بودر، عايزه تحطي فانيليا سايله، بس هي البودر افضل في المعجنات دي. عجينه البريوش طريه وحلوه، وتسميها بقى فطيره، تسميها. انا هعمل النهارده طاقيه السلطان، هتعجبكم جدا جدا ومش هتبطلي تعمليها. هقلب الكلام ده كله مع بعض، وانا بشتغل الم الحاجات اللي ملهاش لازمه قدامي اهو. لازم اضرب الكلام ده كله كويس. حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. انا شايله الصفار، هوريكم هنعمل بيه ايه اهو. معايره انا 3 كوبايات وربع دقيق، من نفس الكوبايه اللي عايرت بيها اللبن والزيت والميه. تمام اهو، منخولين. لازم يا جماعه ننخل الدقيق، والدقيق حلو لجميع الاغراض عشان يظبط العجينه معايا. انا بقلب عشان بس ادوب حبيبات الخميره وينضرب كويس وميبقاش فيه تكتلات. هخلص تدويب فيها وارجع لكم تاني. انا كده دوبت الخليط، لبن على الميه الدافيه على الزيت على السكر على الفانيليا على بياض البيض. معايا 3 كوبايات وربع، ما بنزلش بيهم كلهم، انزل بالتدريج كده واقلب بالمعلقه. تعجبكم قوي قوي وطعمها حلو، تنفع في الفطار، تشبه عجينه البريوش اللي بنعمله في شم النسيم يا جماعه. حلو قوي، نفس العجينه. هبقى اخلص وابدا اعجن وارجع لكم تاني. كده يا جماعه عجنت العجينه، طبعا لازم تخدميها كويس جدا اهو لغايه ما توصل لكده. هعمل ايه بقى؟ عجينه بعد ما عجنتها اعملها كده واقسمها نصين كده بالنظر كده يعني اهو، يبقوا قد بعض يعني. واحط واحده هنا في الطبق والتانيه. انا حاسه كده لو عندي ميزان، لو عندك ميزان وزني، مش كده بس انا عملتها بالنظر اهو. اهو احط واحده بقى هنا في الطبق وابدا اشتغل في دي. هعمل ايه؟ كاكاو خام، احط عليها معلقه كاكاو خام اهو ونص، وابدا اعجن فيها كويس جدا. احط عليها ايه بقى؟ قطعه زبده اهو، وابدا اعجن بقى فيها كويس جدا لغايه ما تتلم واشرب وتشرب كل الكاكاو ده اهو. هخلص كل الكلام ده ونرجع عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو يا جماعه النص اللي بالشوكولاته هحطه هنا، وطبعا هسيب الكلام ده يخمر. اعمل ايه بقى في الناحيه التانيه؟ هحط عليها زبده برضو، قطعه زبده
واعجنها برضو تاني كويس جدا، واغطيهم واسيبهم يخمروا في فرن عشان احنا في الشتاء مسخناه قبل كده. اعجن بقى اعجن بالزبده مع العجينه كده. عجينه تحفه جدا جدا. انا بعجن لغايه ما الزبده تدوب في العجينه اهو. هعجنها واحطهم في الفرن يخمروا، وبعدين نرجع لبعض نشوف هنعمل طاقية السلطان ازاي. كده هي خمرت وانا بفردها على الرخامه. عايزه اخليها مستطيله، فانا بفرد دي، بعدين هعملها كده بس علشان افرد الشوكولاته اهي. هي ما شاء الله خمرت خالص اهي، منتهى الجمال يا جماعه. لازم اهبطها كده واحط شويه دقيق هنا اهو كده، وابدا بالنشابه افرد. هي مش بصراحه مش محتاجه من كتر ما هي طريه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه افردها بقى، عايزه الاتنين قد بعض. انا طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو هفردها وارجع اوريهم لكم وانا بحطهم على بعض وبسويهم. العجينه مش قادره اقول لكم طريه جدا وحلوه. هفردها وارجع لكم تاني اهو يا جماعه. انا فردتهم الاتنين على بعض اهو. طبعا لازم تسويهم. جايبه ايه؟ شوكولاته سبريد، اللي هي زي اللي انتوا عارفينها، بس طبعا انا جايبه ميكس تيلا، حاجه مصري اهو. ونحط الشوكولاته كده. تقدري بقى الحشوات اللي انت عايزاها، تقدري تحطي اي حشوات انت عايزاها، اي حشوات. تحطي سوداني، تحطي مكسرات. الشوكولاته دي يا جماعه مصري، ريحتها تحفه. ميكستيلا دي جربوها وهاتوها لاولادكم في السندوتشات، روعه. تاني مره اجيبها وسعرها حلو جدا اهو. اهو يا جماعه. هحط ايه تاني؟ لو عندك بقى شوكولاته بالحليب. انا عندي شوكولاته بالحليب كانت في حاجات الحلويات بتاعتي. هحط شويه شوكولاته بالحليب كده، مش دارك، كنت جايباها من العتبه. تحفه. الشوكولاته بقى تبقى بتبوظ منها كده، هايله بصراحه اهو يا جماعه. هعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلف رول اهو، شايفين كده تلتين لفه. وهبدا من هنا، عايزه اوريكم اهو. ابدا من هنا بقى، هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطع كده رفيع اهو. الريحه حلوه قوي، الشوكولاته تحفه. واعمل كده اهو، كده اهو، كده يا جماعه. وامسك من هنا كده اهو. اخلص ده كله وارجع لكم تاني اهو يا جماعه. واعمل كده اهو. تمام. محضره ورقه زبده، محضره ورقه زبده وصينيه مقاس 24 او 22 حسب اللي عندك. واروح عامله كده. بسم الله واسيبها تختمر تاني في حدود ساعه اهو على ورق زبده. اسيب الكلام ده يخمر جامد جدا، عايزاها تختمر اهو. اغطيها وادخلها فرن دافي وارجع لكم بعد كده. كده يا جماعه الفطيره خمرت. انا محضره البيضه، احط عليها ايه؟ معلقتين حليب
اهو كده، واحط شويه خل صغيرين جدا مش هيبانوا طبعا. مولعه الفرن اهو، واعمل كده، اضرب البيضه كده وابدا ادهن الوش، هدهن الوش وارجع لكم. انا كده دهنت طاقية السلطان بالبيضة والحليب عشان تدي لون لما تستوي، عشان ما اطولش عليها في السوا، عشان تفضل طرية وحلوة. خلاص انا مولعة الفرن وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونشوف هنطلعها ازاي اهي. بعدين نرجع سوا. اهو يا جماعة خرجت اهي من الفرن على طول. بقى انا اعمل ايه علشان وهي سخنة كده؟ زبدة مسيحة وادهنها، بتدي طعم خطير وهي سخنة. دي زبدة سايحة، شفتوا البيض اداها لون حلو ازاي؟ ادهنها واغطيها، ولما تبرد نقدمها ونقطعها مع بعض. واغطيها بقى بفوطة لغاية لما تبرد وهي سخنة كده اهو كده، ونرجع تاني مع بعض. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا. طاقية السلطان اهي. نقطع بقى حتة كده اوريكم قد ايه طرية. وهي الشوكولاتة في منتهى الجمال، يا ريت تجربوها. وريحتها مش قادره اقول لكم، طعمها وطريه جدا، بريوش بريوش يعني، عجينه حلوه قوي قوي ومستويه من تحت كمان اهي. يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه، ولو عايزين اي حاجه اعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والقاكم في فيديو جديد.